أخبار سوق الانتقالات. السلام عليكم. شهد سوق الانتقالات الصيفي 2025 تحركات ضخمة. الأندية تسعى لتعزيز خطة الفريق والمنافسة على الألقاب الموسم القادم. فإليكم أبرز الصفقات شهدها الميركاتو حتى الآن، بداية بليفربول. الرينز افتتح الميركاتو بقوة بضم النجم الألماني فيتس قادما من ليفركوزن بقيمة 125 مليون يورو كأغلى صفقة في هذا الصيف لحد الآن. أما مانشستر يونايتد من جهته فعزز خطه الهجومي بضم البرازيلي ماتيس كونيا مقابل 62 مليون جنيه استرليني في خطوة تظهر رغبة النادي في العودة إلى المنافسة محليا وقاريا. أرسنال لم يكن خارج المشهد، حيث نجح في التعاقد مع وسط ميدان ريال سوسيداد مارتن زومبيدي بما يقارب 70 مليون يورو في واحدة من أكثر الصفقات التكتيكية هذا الصيف. أما تشيلسي فقد راهن على المستقبل بجلب المهاجم الشاب جواو بيدرو مقابل 60 مليون يورو آمنا في استعادة قوته الهجومية. اللاعب أثبت بالفعل قدراته في النهائي. ريال مدريد بدوره استثمر في قلب الدفاع دوين هويسن لاعب بورموند الشام في صفقة بلغت 50 مليون يورو كخطوة لتعزيز الخط الخلفي المواسم المقبلة. صفقات ضخمة بأرقام قياسية ورسائل واضحة. المنافسة على الألقاب هذا الموسم تبدأ من الآن. حسب رأيك الشخصي، من هي أبرز الصفقات تمت لحد الآن؟ اكتب رأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.